مبروك للنادي المصري وجماهيره، مكسب مهم جدا على حساب فرقه محترمه زي فريق البنك الاهلي. ماشيين بشكل كويس قوي الفتره اللي فاتت مع الكابتن ايمن الرمادي، وكان مهم جدا للنادي المصري ولاعيبه النادي المصري والجهاز الفني للنادي المصري ان انا اكسر الحاجز بتاع المباراه اللي فاتت، مباراه بتروجيت، وخارج طبعا من هزيمه. فما ينفعش العمليه تكر مني واخش بقى في مشاكل بعد كده، واخش بقى في ضغوطات وانتقادات والكلام ده كله. فيحسب لنبيل الكوكي ان هو قدر يلم الفرقه بسرعه ويرتب اوراقه بسرعه ويعدل من اخطائه ويصلح من اخطائه بسرعه ويخش الجيم رغم الغيابات اللي موجوده عنده بدوافع ومعنويات عاليه جدا. وبالتالي انا بشوف ان الراجل ده فعلا وحقيقي هو المكسب الحقيقي السنه دي للنادي المصري وجماهير النادي المصري. مدرب محترم، راجل عنده شخصيه، راجل بتاع شغل، مدرب فكره واضح على الفرقه في الملعب. ويحسب ليه نقطه مهمه جدا، ان الراجل ده لحد دلوقتي عرف يتكيف ويتعايش ويتعامل مع السكواد واللعيبه اللي متاحه في النادي المصري لحد هذه اللحظه، مع احترامي طبعا لكل الاسماء وكل اللعيبه اللي موجوده. لكن خلينا متفقين ان ما زال حتى هذه اللحظه النادي المصري عنده مشاكل كبيره جدا جدا في السكواد بتاعه. انت عندك سكواد مش متكامل، مقارنه اقرب حاجه بفريق البنك الاهلي، فرقه عندها في كل مركز 2 و3 لعيبه كلهم افضل من بعض. لو غيرت اي حد مش هتحس بالفرق، هتحس بالافضل. فالنادي المصري ما عندوش الحته دي، فالراجل محكوم بعدد معين من اللعيبه. فيحسب ان هو بيعرف يتعامل مع الوضع ده وعارف يعمل كنترول على الفرقه بالشكل ده. واكتر حاجه كمان عجبتني في الراجل اثناء المباراه بالنسبه للجزء الفني او الخططي، ان هو كان جريء. يعني رغم ان عنده غيابات كتيره في بعض المراكز في الفرقه بالنسبه للعيبه اصلا مؤثره معاه في الماتشات اللي فاتت، لكن ما كانش عنده خوف. يعني طبيعي ان خارج من هزيمه وقبلها تعادل، فهو بيلعب فرقه على المستوى الفني كفتها اعلى من فرقه بتروجيت، وعندها حلول اكتر وعندها لعيبه عندها امكانيات فرديه عاليه جدا في الجزء اللي قدام. فطبيعي ان انا يبقى عندي ديلي او عندي عدم استعجال على المكسب، ويبقى عندي تحفظ شويه وان انا بشتغل دفاعي اكتر من ان انا بشتغل هجومي. لكن لا، الراجل داخل بدوافع معنويه هجوميه عاليه جدا. لعب بوسط ملعب هجومي، هو ده اللي كسبه واداله المباراه محمود حماده، رغم ان التكوين والقدرات والامكانيات بتاعت محمود حماده مش بتاعت لعيب رقم 6، لكن الراجل قدر يستفيد من الجزء اللي هو عايزه من محمود حماده. محمود حماده عنده ميزه مش موجوده عند لعيبه كتير. اول حاجه رتمه هادي، رغم ان ده بيدي بطء شويه لكن بتبقى محتاجه في بعض الاحيان. الرتم الهادي ده بيقدر يتحكم لك في المباراه ويقدر يتحكم لك في الجيم بشكل كويس. وكان قدامه 2 اكتف، يعني 2 عندهم نشاط و2 عندهم مهاره فرديه. حسن علي نجم المباراه الاول بالنسبه لي، ونفس الكلام نجم المباراه الثاني عمر الساعي. 2 دايما باستمرار متواجدين في المناطق الهجوميه هنا مع صلاح محسن. ما تحسش ان صلاح بيلعب لوحده في الجزئيه دي، رغم ان دغمون برضه انا شايف ان هو ما ظهرش كتير، لكن الراجل ده دايما موجود في نص ملعب فريق البنك الاهلي. الراجل ده دايما موجود في نص ملعب فريق البنك الاهلي وبيشتغل بين الخطوط وبيلعب دايما من الجري، وعامل ثنائيات كويسه جدا ما بينه وما بين صلاح، بيقدر يضرب بيها الخطوط بمنتهى السهوله. وعندك دغموم مكمل هنا، وعندك القرموطي نفس الكلام مكمل هنا، وعندك في ظهرهم بيبقى محمود حماده وباك من الباكين. وكان الاغلب في المباراه هو سعداوي. والدليل على الكلام بتاعي ده ان الكابتن ايمن الرمادي بعد 20 دقيقه راح مغير الندري وراح منزل محمد ابراهيم، لان هو عايز ينقل اللعب في نص ملعب النادي المصري، ولقى نفسه خلاص محصور في الحته بتاعت وسط ملعبه في ال30 متر الاخرانيين بتوع الملعب بتاعه. وبدا النادي المصري يوصل كتير قوي على مرمى البلعوطي. اصفر عنه طبعا هدف في بدايه الشوط للقرموطي، اللي انا كنت شايف ان كمان لو كان كريم العراقي بدا اللقاء من الاول وامنه دفاعيا بشكل كويس، كان الراجل ده هيظهر هجوميا بشكل افضل من كده، وكان هيبقى مؤثر كمان على الجزء الهجومي للنادي المصري في حته انهاء الهجمات بشكل احسن واكتر واقوى من كده. لان طبعا وجود احمد عيد انا شايف ان هو كان دي اوف بالنسبه له، ما كانش في حالته الطبيعيه. واحمد عيد عنده برضو بعض الاخطاء وبعض المشاكل. هو طبعا لعيب كويس، عنده قدرات هجوميه كويسه وبيقدر ان هو يشتغل في الجزء الهجومي بشكل كويس قوي، لكن ما عندوش التزام دفاعي. والالتزام الدفاعي ده بيكلفه ان اي لعيب عنده سرعه وعنده مهاره بيقدر ان هو يتفوق عليه. مصطفى شلبي قدر ان هو يعمل عليه جيم كبير جدا، فده ادى اريحيه كمان ليعقوبه ان هو يشتغل وتبقى في جبهه فيها ثنائيه مميزه. ودي تقريبا هي الجبهه الوحيده اللي كانت مخترقه عند النادي المصري. لكن يحسب الشوط الثاني ان نبيل الكوكي رغم خروج باهر المحمدي وان هو بيلعب ناقص عدد لعيبه، لكن عرف يتعامل مع المباراه وعرف ينزل مجموعه لعيبه من اللي موجوده على مقاعد البدلاء تفيده جوه ارضيه الملعب وتقفل له الجيم
بمعنى اصح، وتقدر تخرجه بالمباراه لبر الامان وياخد الثلاث نقاط، بغض النظر بقى ان انا بلعب حلو او بلعب وحش. لكن كان عنده التكافؤ كبير، رغم ان كفه البنك الاهلي على مستوى اللعيبه والامكانيات والقدرات انا كنت شايف ان هي اعلى من النادي المصري. لكن الراجل تفوق بالروح وبالعزيمه وبالاصرار، وفي نفس الوقت بالجرأه، ان هو مش خايف. انا بلعب مباراه زيها زي اي مباراه، وواثق في كل اللعيبه وكل المجموعه اللي موجوده معايا في الفرقه. حاجتين بس سلبيتين في المباراه دي. الحاجه الاولى هي الفرص. انت خلي بالك قدام الزمالك خسرت بسبب اهدار الفرص. المباراه بتاعت بتروجيت خسرت بسبب اهدار الفرص. مباراه غزل المحله كنت هتتعادل بسبب اهدار الفرص. مباراه البنك الاهلي كنت سهل جدا تتعادل او تخسر بسبب اهدار الفرص. الفرص يا جماعه، انت في مرحله مهمه، انت النهارده متصدر الجدول، الفرق كلها بتيجي تعمل لك حساب، فطبيعي الفرصه عندك بتبقى غاليه. جالي 3 4 فرص، على الاقل اجيب منهم فرصتين. النهارده لعيب زي عمر الساعي تقريبا نزلنا الاحصائيات بتاعته ما بين الشوطين من الدقيقه 20 للدقيقه 30 الراجل وصل لمرمى البرعوتي 5 مرات، بمعدل كل دقيقتين هجمه. يعني هجمات مؤكده وفرص مؤكده، مش مثلا فرص خارجيه بره اطار ال 18، لا ده فرص مؤكده للتهديف. بيوصل وبيشتغل كويس، بس لازم يبقى فيه تركيز، وهي دي اللي بتميز عمر الساعي. يعني عمر الساعي اللي بيميزه ان عنده شخصيه، وبيقدر ان هو يكون فينيشر او راجل يعني بينهي الهجمات باتقان كبير. فدي كان هو محتاجها في المباراه دي بشكل كويس، ودي حاله عامه للاسف سلبيه موجوده في النادي المصري. الحاجه الثانيه هو باهر المحمدي. انا باهر بشوف ان هو من اللعيبه القويه جدا اللي عامله موسم نموذج، تقريبا ده افضل موسم لباهر المحمدي مع النادي المصري مقارنه بالموسم اللي فات واللي قبله. بس يعاب عليه اللي هو النرفزه الزياده عن اللزوم، وكثره الاعتراضات اللي بتكلفه ان هو في ماتشات كتيره بياخد انذار تاني او بياخد طرد مباشر، ودي بتكلف الفرقه وبتعطل الفرقه في مسيره الماتشات. فلازم يعني يبقى عنده تريث كده شويه، ولازم يعني يبقى اهدى من كده، عشان دي طبعا بتفرق وبتاثر مع الفرقه في الملعب بشكل كبير. خصوصا ان انا ما عنديش طبعا العدد الكافي ان انا اقدر اعوض غياب بيه اي حد تاني مش موجود في الفرقه. لكن مبروك للنادي المصري وجمهوره، وهارد لك طبعا لفريق